أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية. الأسبوع اللي فات حضراتكم تابعتوا معانا، اتكلمنا عن الإرهاب من منظور تطور الجماعات الجهادية، كيف أصبحت الجماعات الجهادية ما أصبحت إليه اليوم. اتكلمنا تفصيلا عن تنظيم القاعدة وجذوره، اتكلمنا عن تطوره وتنظيم داعش والفروقات الرئيسية بين تنظيم القاعدة وداعش. اتكلمنا عن حاجات تفصيلية زي مثلا العذر بالجهل وغيره من الفروقات الفقهية اللي موجودة. بقى عندنا فكرة عن هذه التحركات والتنظيمات الإرهابية كما تدعى، ولكن لم نتحدث عن جذور هذه الأفكار، عن كيف يصبح الفرد متبني لمثل هذه الأفكار. أحد الأصدقاء كان بيكلمني مرة وبيقول لي بداخل كل عربي داعشي صغير بسبب الثقافة اللي احنا عايشين فيها. هل هذا حقيقي أم لا؟ في هذه الفقرة فرصتنا علشان نجيب على هذه الأسئلة. يسعدنا ويشرفنا يكون معنا ضيفينا الكريمين، الدكتور إكرام لمعي الكاتب وأستاذ الأديان المقارن، والأستاذ الدكتور علي مبروك أستاذ الفلسفة بجامعة القاهرة. أهلا وسهلا بحضراتكم. أهلا وسهلا. دكتور علي، حضرتك احنا بنتحدث كثيرا عن التعامل مع داعش وكل التوجهات حاليا هي عن ضرب داعش، ضربات جوية، طب ندخل جيش بري ولا لا. الكلام كله عن التعامل مع الإرهاب من خلال الأمن، من خلال العمل العسكري. هل للثقافة والفكر والتعليم دور في التعامل مع الإرهاب أم لا؟ أولا اسمح لي أشكرك وأشكر برنامجك أن أنت أتحت لي أني أبقى رفيق لأبونا إكرام لمعي في هذه المحاورة حول الجذور الفكرية للإرهاب. اسمح لي بس قبل ما أجيب على سؤالك أني أوضح أنه الإرهاب ليس ظاهرة مقترنة بالأديان فقط، وإنما ظاهرة بتتخطى حدود الدين إلى ما يمكن أن نقول أيضا أنه العلمانية، وما يمكن أن نقول أيضا أنه العلم. بمعنى سأوضح بمعنى أنه الإرهاب بتصنعه الفكرة عندما تتحول إلى فكرة مطلقة يراد من الواقع أن يتطابق معها. نحن نحمل أفكارا، وهذه الأفكار أفكار متعالية، ونريد أن نطابق الواقع مع هذه الأفكار. الواقع لا يقبل الدخول في قالب هذه الفكرة، فماذا نفعل؟ نتحول إلى ممارسة عنيفة تجاه الواقع لكي نجبره إجبارا على الدخول تحت مظلة هذه الفكرة. بصرف النظر، هذه قاعدة، بصرف النظر عما إذا كانت هذه الفكرة قد تكون دينية وقد تكون غير دينية. وإلا فاسمح لي حضرتك، عندنا مثلا في أوروبا على مدى الستينات والسبعينات عندنا جماعات. كلنا سمعنا عن جماعة الألوية الحمراء في إيطاليا، سمعنا عن بادر ماينهوف في ألمانيا، بل إن أنت ممكن تقرأ حركات زي الحركة النازية والفاشية نفسها، باعتبار إنها حركات بتملك أفكارا مطلقة وتريد من الواقع أن يتطابق مع هذه الأفكار. أحيانا ربما أشير أيضا إلى أنه النازية استفادت جدا من أفكار تشارلز داروين التطورية فيما يتعلق بالبقاء للأصلح، البقاء للأصلح. يعني طوعت النظرية العلمية ضمن سرديتها، وأصبحت هذه النظرية رداء يمارس أو مظلة يمارس من تحتها العنف. أما ما تفضلت به بخصوص السؤال اللي أثرته حضرتك بخصوص المواجهة، هل المواجهة مع جماعات العنف تظل فقط مواجهة أمنية وعسكرية أو حتى سياسية، ولا أنه لابد أن يضاف إلى هذه المواجهة تفكيك السردية الفكرية التي تنبني عليها أو التي تبني عليها هذه الجماعات
ممارستها، لأن الممارسات التي تقوم بها هذه الجماعات مؤسسة على سردية. خليني أطرح مثل فيما يختص بداعش تحديدا. كلنا يذكر طبعا واقعة إحراق الطيار الأردني معاذ الكسسبة، وهذه الممارسة العنيفة ضد الطيار الأردني لم تقف عنده فقط، بل هناك آخرون، يعني هناك آخرون كثيرون تم يعني التفنن في إحراقهم وفي قتلهم. لو جينا شفنا الفتاوى، أنا كرجل يعني بدرس الفكر الديني أو وكده ببقى مهتم بمتابعة الأساس الفكري التي تقيم عليها هذه الجماعات العنفية شرعية أفعالها، بتجاوز كيف تؤسس لشرعية هذه الأفعال. هذا هو ما ينبغي أن نوجه النظر إليه. تجد أنه الفتوى الداعشية في إحراق الطيار الأردني قائمة على مراوغة بسيطة جدا. هذه المراوغة تتمثل في توسيع دلالة مفهوم الشريعة، يوسع مفهوم الشريعة بحيث يدخل فيه ما يريد، وعندما يدخل فيه ما يريد من أصوله، أو أنا سأفسر ذلك، يصبح ما يمارسه طبقا لهذا الذي أدخله شرعيا، أو يصبح من الشريعة. طب معلش، احنا طبعا لازم هنستكمل النقطة دي، ولكن قبل ما ندخل في هذا العمق أنا برضو حابب أسأل الدكتور إكرام، هل يمكن لفكر أن يؤدي لحمل سلاح؟ أكيد، وخصوصا يعني لو كان الفكر ده مرتبط بدين معين، أيديولوجيا، يعني الألوية الحمراء والماركسية كانت أيديولوجيا، فهم عادة الأيديولوجيا بتعتبر أن الآخر المختلف عنها يستحق الموت ببساطة شديدة يعني. وبالتالي هم بيحللوا الحكاية دي، يعني في الدين يحللوا، في الأيديولوجيا الماركسية أن ده متخلف أو رأسمالي أو برجوازي متعفن عفن كده، يبقى لازم برضو يموت. وفي نفس الوقت هم مستعدين يتحملوا أشد أنواع التعذيب لما بيتمسكوا ويدخلوا في السجن وكده، لأنهم هم بيحسوا أن دي عقيدة متكاملة في حياتهم، ولما بيحققوها بيحققوا شيء إذا كان لربنا أو إذا كان الأيديولوجيا بتاعتهم المتكاملة في هذا الشأن. ويعني أحد الأمثلة برضو في القرون الوسطى الأوروبية لما قاموا بالحروب الصليبية مثلا، حاجة زي كده، أو لما وقفوا ضد الإصلاح الديني وكانوا بيحرقوا العلماء وبيحرقوا المصلحين الدينيين. فدي قضية إنسانية عامة، لكن لما يدخل فيها الدين بتاخد بعد مختلف خالص بقى، لأنه بيدخل فيها بقى في الدين بيدخل فيها الجنة والنار، يعني بقى الثواب مش أرضي زي الماركسية مثلا هيحكموا البلد أو هيحققوا أفكارهم اللي هم عارفينها، اللي هي فكرة المساواة بين الناس وكده، وبيقفوا عند دي. لكن بيجي الدين بقى يديها بعد آخر، هو ان انا لو قتلت ولو فجرت نفسي ولو مش عارف ايه هاخد ثواب بعد الموت بتاعي وهستكمل الحياة هناك. يعني كان في جماعة انتحارية كانت في ايران افتكر، واحد اسمه الصباح، حسن الحشاشين، كان بياخد الشباب في جبل هناك ويديهم حشيش فعلا ونساء، وبعدين يقول لهم هي دي الجنة. خد بعد ما بيقعد ليلة أو ليلتين يديله سيف ويروح يقتل الخليفة الفلاني أو القائد الفلاني، وإذا نجحت وقتلته ترجع هنا تاني هتعيش في الجنة، وإذا قتلت هتروح تكمل هناك. فده طبعا دافع في منتهى الخطورة لو اقتنع بيه أو قدروا أنهم يعملوا غسيل مخ للناس دي، بيحصل كده يعني. بس يعني الأيديولوجيا موجودة، الأديان موجودة، ولكن مش كل الناس بتمارس عنف.
هل مثلا زي ما دكتور مراد وهبة وصفها في ملاك الحقيقة المطلقة يعني أيوة. هل في ناس عندها قابلية أكتر إنها تمتلك الحقيقة أو تدعي امتلاك الحقيقة، وزي ما دكتور علي شرح لنا تحاول إنها تطابق الواقع على الحقيقة حتى بالقهر، وناس ما عندهاش هذه المرونة أو عندها مرونة ما عندهاش هذا الجمود؟ هل الموضوع نفسي ولا موضوع من الخارج يعني؟ لا، هو طبعا في ناس عندها القابلية دي يعني بطبيعتها يعني، لكن في نفس الوقت في بتبقى في ايديولوجية متكاملة يعني ليها جذور تاريخية حصلت في التاريخ، مين مع الرب ومين ضد الرب، مين مع الله ومين ضد الله، والإنسان مستعد إنه يستشهد ويموت في سبيل هذه الحقيقة المطلقة اللي هو بيمتلكها. واخد بالك؟ اصلي ليه بس عليك السؤال ده، يعني عايز اعرف لو في عوامل بتساعد. يعني في مثلا مفكر نرويجي اسمه يوهان جالتونج بيتكلم عن حاجه اسمها العنف الثقافي، وبيقول ان من ضمن العنف الثقافي هي الرياضيات، وعشان كده اصحاب المهندسين مثلا او حاجه زي كده بيخرج منهم ناس كتير من الجماعه الاسلاميه. طب هو يوهان جالتونج ما قالش كده بس تطبيقا، ايه مبرره؟ ان في الرياضيات 1 زائد 1 بيساوي 2. في الرياضيات في طريقه واحده لحل المساله، مش ممكن تتحل بطريقة أخرى، وخاصة في الرياضة التطبيقية حتى مش الرياضة البحتة. فبالتالي ده عامل مساعد إن لو واحد سيستم أو تم تنظيمه بهذه الطريقة بيكون عنده استعداد يكون إرهابي. فهل ده فعلا حاجة ممكن تكون عوامل مساعدة في حاجة المفروض نراعيها احنا في تشكيل ثقافة العنف، ولا ده إنسان كده ربنا خلقه كده وخلاص اللي حصل حصل؟ لا، مفيش حاجة اسمها كده. هو في حاجة اسمها التكوين الداخلي للإنسان. التكوين الداخلي ده بيتكون اساسا من الطفوله بتاعته، من طريقه التربيه بتاعته. يعني اذا هو عايش في بيت فيه عنف، اذا عايش في مجتمع فيها عنف، اذا عايش مثلا زي اولاد الشوارع عندنا الى اخره، اذا شاف انه في التعليم بتاعه في المعبد بتاعه، في الجامع، في الكنيسه، في توجهات من هذا النوع. في كمان حاجات تاريخية بتحصل أو أحداث تاريخية بتحصل. مثلا في التاريخ الإسلامي مثلا لما علي بن أبي طالب بقى هو الخليفة، ومعاوية بن أبي سفيان رفض خلافة علي وهو في دمشق، وبعدين حصلت حرب بينهم، وبعدين كان معاوية هينهزم، فهو قال لهم ارفعوا المصاحف وعملوا تحكيم والحكم لله. فهو كان فاهم معاوية ان جيش علي هينقسم نصين، نص هيقبل التحكيم ونص مش هيقبل التحكيم. فالنص اللي قبل التحكيم بقوا هم شيعة علي، في النص اللي ما قبلوش هم اسموهم الخوارج. الخوارج العكس اعتقد. نعم، اللي فعلا قرروا يوقفوا الحرب وقالوا ما الحكم الا لله ونرجع للمصحف، دول اللي اصبحوا الخوارج اللي رضوا بالتحكيم. هم رفضوا نتائج اللي رفضوا نتائج تمام. فمثلا انا قريت عنهم يعني انه في جماعه منهم كانوا في منتهى العنف، لانهم حاسين ان هم يعني هم مع ربنا معاهم. فهم مثلا اقول لك طريقه تكوين عقلهم، انت تقدر وده على فكره هتلاقيه في داعش وهتلاقيه في كل الجامعات، ان هم لقوا وهم ماشيين كده، كانت مجموعه منهم ماشيه فلقوا بلح مرمي على الارض، فابتدوا ياكلوا من هذا البلح. وبعدين وهم بياكلوا البلح شافوا ناس من جايين، واحد مع مراته حامل، فسالوه انت مع علي ولا ضد علي؟ فقال لهم انا مع علي. فقتلوا الراجل وقتلوا الست وبقروا بطنها وطلعوا الولد وقتلوه. وبعد كده دوروا على الراجل صاحب البلح ده، طلع راجل مسيحي عنده كام نخله كده فيها بلح، فقالوا له البلح ده بكام عشان ندفع لك ثمنه؟ هو كان شاف المجزره، قال لهم لا ده هديه مني، وخاف طبعا ارتعب يعني. فقالوا له لا ده حق ربنا، خلي بالك من الفكره اللي في دماغه، ده حق ربنا وده حق ربنا. هو قتل الراجل ومراته فتح بطنها وقتل الطفل، ده حق ربنا، ويدفع ثمن البلح ده حق ربنا. فهو هنا عنده فكره، هو مش شايف نفسه عنيف، ومش شايف نفسه بالعكس، شايف نفسه بيدافع عن الحق. مش عنيف، ده هو في تناسق في فكره. وده بيرجعنا للنقطه بتاعه تفكيك السرديه الفكريه اللي دكتور علي بيكلمنا عنها. ما السرديه الفكريه الحاكمه اللي بتؤدي لده يا دكتور علي؟ شوف يعني اسمح لي بس يعني ليس تعليقا وإنما توضيحا. لا ليس تعليقا على ما تفضل به أو أحد الأسئلة اللي أنت أثرتها، يعني المتعلقة بأنه
يعني ايه المحفزات اللي بتؤدي الى ظهور؟ يعني الايديولوجيات موجوده طول الوقت، الاديان موجوده طول الوقت، لكن ايه علينا ان ندرك ان هناك بنيات ذهنيه. يعني ليس فقط، لا ينبغي ان نتحدث هنا فقط عن مجرد التكوين الداخلي كما تفضل ابونا اكرام، وانما علينا ايضا ان نؤكد على التكوين الثقافي. طبعا. انه الثقافه بتشكل الافراد في اتجاه بعينه، وده يخلينا نقول، يعني أنا متفق تماما مع الإشارة إلى أنه علوم زي الرياضيات مثلا ممكن تكون نتاجها في النهاية الحقيقة واحدة ونهائية ومكتملة، ولا ينبغي ومفيش مجال لأي احتمالية أخرى غير هذه الاحتمالية الوحيدة. أنا شايف أنه ده محتاج مننا، إذا لابد أن نفكر في إطار الحلول، ان احنا ندرك انه مش بس قضيتنا ان احنا نكون مهندس بيدرس الرياضيات فقط، وانما قضيتنا ان احنا نعمل تكوين ثقافي للفرد. يعني انا بتصور انه التعليم العالي لابد ان يلتفت الى هذه المسألة، انه اخواننا اللي بيدرسوا، ملاحظتك صحيحة الخاصة بانه خريج الكليات العملية احيانا بيكونوا هم الرافد الاساسي المغذي لحركات العنف، أطباء، مهندسين، محاسبون إلى آخره. ده معناه ببساطة أنه صحيح نوع الحقيقة التي يتعاملون معها بتوجههم إلى أنه الحقيقة واحدة، ولا بد من قهر العالم لكي يخضع لهذه الحقيقة. مفيش أي إمكانيات أخرى. فالنسق التعليمي هنا مهم، أو النظام التعليمي هنا مهم النظر إليه وتطويره، بحيث أن أنا لازم يبقى عندي مقرر جامعي موحد على كل طلاب الجامعات يتعلق يبقى هدفه ده، هدفه التأكيد على أنه الحقيقة لها أكثر من وجه، ويمكن أن تتباين بتعدد المنظورات التي ننظر منها إليها، وأنه الحقيقة ليست معطاة، بل الحقيقة تكوين بيتكون، الناس بتكونه في وجودهم التاريخي ووجودهم الواقعي. محتاجين ده، يعني محتاجين ان احنا يعني مثل هذه الافكار نؤكد عليها. بس معلش بصراحة دكتور، وحضرتك أستاذ جامعي، ده مش هتكلم عن العلوم التطبيقية، حتى العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية، يعني السائد هو أن هناك حق واحد وهو اللي مكتوب في كتاب الدكتور. مش مختلف، ودي الإجابة الوحيدة اللي بتتكتب في نظام التعليم البنكي كما يسميه باولو فرير، اللي بيأسس لناس عندها القبول للقهر أو ناس عندها قبول للعنف. أنا مش مختلف على يعني وفي مادة حقوق إنسان، أنا أذكر أن حتى لما أنا كنت في الجامعة اتفرض التدريس على الجميع. فهل في جدوى من حاجة زي كده في وسط نظام كله بيؤيد ثقافة عنف؟ شوف، ما هي يعني هو ملاحظتك صحيحة، لأنه ده لابد أن يكون، وده اللي احنا عايزين نرجع له بقى، لابد أن يكون ده مصحوب بتعامل نقدي مع الثقافة التقليدية السائدة اللي بتتشكل فيها عقولنا جميعا كمصريين، سواء كنا أقباطا أو كنا مسلمين، كلنا بنتشكل داخل نفس المصهر، يعني مصهر واحد بنتشكل فيه، وبنطلع عقولنا تقريبا واخدة نفس التوجه ونفس الاتجاه ونفس الطريقة في التفكير. فأي عمل شرط أولي من شروط مواجهة الموجة الإرهابية أو الموجة العنفية الراهنة هو تفكيك الثقافة التقليدية، تفكيك بنية هذه الثقافة، وفتح الباب أمام ثقافة مختلفة، يعني ثقافة ترفض فكرة التمييز بين البشر على أساس الدين أو الطائفة أو المذهب أو العرق أو اللون أو إلى آخر، أو حتى النوع، الذكر والأنثى. يعني كل ده أنت محتاجه، فمحتاج تفكك هذه الثقافة. نعود إلى السؤال اللي حضرتك تفضلت بيه، اللي هو السردية الفكرية اللي بتقوم عليها داعش. هذه السردية الفكرية، داعش هي الذروة الراهنة للإسلام السياسي، ظاهرة الإسلام السياسي. علينا أن نفهم، معلش، هو إيه الإسلام السياسي عشان ما ناخدش مصطلحات مسلم بها؟ هقول لحضرتك هو إيه الإسلام السياسي. الإسلام السياسي ظاهرة حديثة بالمناسبة، ما هو ظاهرة قديمة. هو ظاهرة بنت اصطدام العالم العربي والإسلامي مع الحداثة الأوروبية، ودي
ظاهرة لا تتجاوز يعني حدودها يمكن القرن 19. قبل القرن 19 ما كانش ممكن ان انت تتكلم عن حاجة اسمها الإسلام السياسي. الظاهرة دي ببساطة يعني ظهورها الأول كان خارج العالم العربي، لم يكن في العالم العربي، وإنما ظهرت أول ما ظهرت في الهند. هي جاءتنا من الهند في الحقيقة، والهند بعتت لنا يعني موجتين في الحقيقة. موجة أولى مع جمال الدين الأفغاني في القرن 19، وموجة تانية مع المودودي في القرن العشرين. الفكرة ببساطة جت منين وليه الهند تحديدا؟ كلنا عارفين انه الثورة الهندية الكبرى سنة 1857 اسقطت حكم المسلمين للهند. المسلمين كانوا بيحكموا الهند على مدى 8 قرون ونص تقريبا، وكلنا عارفين مملكة المغول الإسلامية اللي كانوا الملوك المغول المسلمين اللي كانوا بيحكموا الهند. هذا الحكم الإسلامي للهند سقط 1857 على ايد الانجليز. فبدأت تتبلور فكرة انه بسقوط حكم المسلمين للهند الاسلام معرض كدين للضياع، وانه لا سبيل، خد بالك بقى شوف الاسلام السياسي هيبدأ منين، انه لا سبيل الى اقامة دين الاسلام الا باقامة حكومة الاسلام. لازم يبقى في حكومة للإسلام. دي جوهر سردية الإسلام السياسي في هذه النقطة، إنه إقامة الدين مشروطة بإقامة الحكومة. لازم. فالفكرة جاء بيها الأفغاني إلى مصر، والعجيب والمدهش إنه تلميذ الأفغاني البارز والكبير جدا والضخم الإصلاحي المصري محمد عبده لم يقبل هذه الفكرة من الأفغان. محمد عبده كان شايف الأزمة في حتة تانية، مش في إنه كان شايف إنه التخلف أكثر تهديدا للإسلام من غياب حكومته. لكن من الذي بدأ يعني يبتلع فكرة ويهضم فكرة الأفغاني؟ كان الشيخ رشيد رضا. رشيد رضا هو الذي فكرة الأمة الإسلامية، فكرة الجامعة الإسلامية. الجامعة الإسلامية أولا بالظبط كده. كان هو اللي بدأ يعني ومن هنا نقدر نفهم سر التحالف بين رشيد رضا وبين الوهابية، إنه الحلف اللي قام استنادا إلى ذلك. وجت بقى مسألة سقوط الخلافة كمان علشان تزود 1924، علشان تزود كمان التفكير بضرورة أن يكون هناك خلافة، أن تكون هناك حكومة. فضل الخط ده ماشي مع من الأفغاني إلى رشيد رضا إلى حسن البنا. حسن البنا تلميذ الأفغاني، تلميذ رشيد رضا المباشر. وانتهى الأمر إلى تأسيس جماعة الإخوان المسلمين 1928 قبل وفاة رشيد رضا. على فكرة رشيد رضا مات 1935. وهم اللي تابعوا يعني المجلات اللي عملوها، هم اللي أداروا مجلة المنار التي كان يديرها رشيد رضا بالأساس. يعني جماعة الإخوان ظلت لكذا سنة هي تدير وجماعة المجلة الشبان المسلمين عملها محمد رشيد رضا بالظبط. فالفكرة وجت الموجة الثانية بقى من الهند أيضا مع المودودي، بالأعلى المودودي. فبدأت تظهر بالفعل سردية، بدأت تتأكد بالفعل فكرة إنه الإسلام مهدد، الإسلام في خطر، لن ينقذ الإسلام إلا أن تقوم دولة الإسلام. وظلت هذه الفكرة تشكل مخيال قطاعات واسعة ومعارضة للدولة الحديثة أيا كان رأينا في هذه الدولة الحديثة اللي هي قامت في مصر أو غير مصر. ودي السردية اللي استمرت من ساعتها حتى الآن الوقت. لأنه هو أنت دلوقتي لو بصيت لداعش مثلا، احنا ممكن ندخل في تفريعات أيضا يعني صغيرة علشان نوري لك ازاي ان احنا قدام نسق من الأفكار متكامل بيؤسس لهذه الممارسة العنيفة التي نشاهدها الآن من داعش
وغير داعش. داعش الآن يعني ما الذي تستهدفه داعش؟ يعني الخطاب المعلن هو أنه لابد أن تقوم حكومة الإسلام. نفس السرديه اللي حضرتك بتحكي فيها بالضبط. انا بس علشان برضو نستمر يعني في هذا الخط، ودكتور اكرام، حضرتك كان عند حضرتك نظريه يعني ان العالم مش ماشي دائري ولا ماشي خط مستقيم، ولكنه اقرب الى المخروطي او الاهليلاجي ايا كانت التسميه، يعني ان هو بيلف ويرجع. فيعني حضرتك ذكرت دكتور علي ان هو استمرار، ولكن رغم ذلك في فترات في عدت على تاريخ مصر والعالم باكمله كان مش عارف اسميها ازاي، يعني مش هسميها ارهاب يعني او تطرف ديني انخفض جامد، او التطرف الفكري بصفه عامه، ثم عاد الى السطح مره اخرى، فهو مش خط بقوه واحده مستمره. لو سمحت لي بس اقول حاجه في الحته دي، هستاذن ابونا فقط. يعني هو الافكار قائمه طول الوقت، الافكار قائمه، لكن هناك محفزات لهذه الافكار من الخارج. المحفزات قد تكون محفزات نفسيه، قد تكون محفزات اقليميه، وضع اقليمي، قد تكون محفزات دوليه، انه في وضع دولي. ما هو ده تحديدا سؤالي للاسيس اكرام. ايه اللي مخلي حاليا ان المحفزات عاليه، ان احنا مره اخرى نعود الى قمه او ذروه من هذه التعصب والفكر المتطرف؟ هو انا ابتدي من محمد عبده. انه محمد عبده اصلاحي كبير في الفكر بتاعه، رفض فكره الامه الاسلاميه اللي هي بها جمال الدين الافغاني. وهو كان السؤال في الوقت ده لماذا تتقدم الدول الكافره اللي هو الدول الاوروبيه، وان الدول المؤمنه بتتخلف؟ ده كان السؤال. فكانت إجابة الأفغاني فكرة الأمة الإسلامية، ده هي الإجابة. كان إجابة محمد عبده هو الاستنارة الدينية هي اللي هتقدر تخلينا نقبل الآخر وناخد الحاجات بتاعت أوروبا إلى آخره. الحقيقة اللي خلى محمد عبده الفكرة بتاعته أو تلاميذه، من الحاجات الغريبة إنه تلاميذه انقسموا قسمين يعني 180 درجة. يعني تلاميذ محمد عبده على رأسهم سعد زغلول، طه حسين، أحمد لطفي السيد، إلى آخر هذه المنظومة الرائعة اللي هي نعم قاسم أمين. قاسم أمين اللي هي عملت طفرة، لواء الاستنارة في لواء الاستنارة. في نفس الوقت محمد رشيد رضا وحسن البنا، يعني الخطين عملوا كده. فالخطين مشوا في طريقين مختلفين. دي أحد الأسباب المهمة جدا انه ما حصلش نوع من التناسق او نوع من التكامل او الى اخره. يعني مثلا الليبراليين هاجموا محمد عبده على اساس ان هو اصلاحي، لكن لم يقدم نظرية متكاملة في الاصلاح الديني. يعني ما قدمش زي مارتن لوثر مثلا في الغرب، قدم نظرية اصلاحية متكاملة. وجي جون كالفن عمل كالفن انستيتيوت اللي وضح فيه كل اللاهوت الجديد الذي يبنى على الإصلاح. محمد عبده عمل طفرات أو فكرة هنا وفكرة هنا وفكرة هنا. فالليبراليين رفضوا محمد عبده على هذا الأساس أنه لم يقدم نظرية إصلاحية متكاملة. المتطرفين اعتبروا أن محمد عبده ده مش متدين أو كفروه أو إلى آخره، فهو لم يقبل من الناحيتين. فأنا بشوف إنه اللي حصل بعد كده مثلا زي الثورات العسكرية اللي حصلت في الوطن العربي، زي ثورة 52 عندنا وثورة الجزائر وثورة العراق وثورة سوريا والبعث والكلام ده، دول كان في ذهنهم أساسا إنه لازم الفكر بتاعهم كان فكر أقرب إلى الماركسية أو إلى الشيوعية، إلى الاشتراكية العربية. كان هدفهم أساسا هو قمع كل تطرف ديني أو إسلامي، وبالتالي ابتدوا يدخلوهم السجون زي ما احنا شفنا مثلا الاصطدام اللي حصل بين حسن البنا وبين النقراشي وبين الملك، وبعدين سيد قطب في عهد جمال عبد الناصر، وهذه السلسلة، وبعد كده الجماعات الإسلامية في عهد أنور السادات. دي زودت قوي الفكرة إنه الخلاص يكون في تبني الشريعة الإسلامية أو حكم الشريعة الإسلامية أو الدولة الإسلامية، وبعدين أصبحوا هم شهداء. ده برضو خلى وفي نفس الوقت
فكرة انه مفيش غير طريقة واحدة لمكافحة الناس دول، اللي هو الامن، اللي هو السجن والامن والقتل، بدون نظر مثلا للمنظومة التعليمية او للاعلام او للتربية او الى اخره. ده فاقم بعد كده من اهم الحاجات اللي انا بشوف انها احد اسباب تنامي الظاهرة ده وجود اسرائيل في قلب الوطن العربي. مثلا يعني سنة 67 لما حصلت الهزيمة من إسرائيل، طلعوا ناس من غلاة من غلاة المتطرفين يقولوا إن إسرائيل هزمتنا لأنها دولة دينية بتتعبد لإلهها، وإن ربنا ساعدها إنها تهزمنا. إحنا دولة منحرفة عن الدين. يعني هو عايز يضرب في النظام. قال إحنا انهزمنا في 67 لأن إحنا منحرفين عن الدين. وأنت فاكر طبعا أحد الأئمة العظام ركع في مجلس الشعب ركعتين لله شكرا لأجل الهزيمة. الهزيمة دي هتفوقهم وترجع الناس دي لله. فهم أساسا هو عضو في مجلس الشعب، وهو كان بيعتبر من مشايخ مصر المعتدلين اللي الدولة كانت بتحتضنهم. ومع هذا هو كان شايف إنه ما فيش حل مع إسرائيل ومع الصهاينة اللي هم بيضطهدوا الإسلام إلا إن احنا نرجع للإسلام. فمفهوم الرجوع للإسلام هو ده اللي الفكرة علشان احنا نهزم العدو الصهيوني أو الشيطان الأكبر اللي هو أمريكا. فالمنظومة بتكتمل مش بس فكرة دينية، لكن بتيجي تكتمل بفكرة سياسية، بتكتمل بالجماعة اللي في السبعينات راحوا الخليج ورجعوا لنا، وهم دلوقتي لغاية دلوقتي هم مستولين على وزارة التربية والتعليم. فمن الولاد من حضانة وهم طالعين بيتغذوا بهذا الفكر ان هو ده الطريق الى الخلاص. اذا كنا عايزين ننتصر يبقى لازم ينتصر الاسلام، والاسلام ينتصر مش هينتصر الا بهذا الاسلوب المتطرف يعني. تمام. طيب الموضوع وصل لمستويات عميقة. خلونا ناخد فاصل ثم نعود مرة أخرى، ناخد نفسنا ونرجع مرة تاني. فاصل قصير ونعود لحضراتكم مرة أخرى.